الحقيقة شيء مؤلم. يعني أنا طبيب أستاذ فادي، أنا كنت أشتغل بمشفى شيرين العسكري يعني، بس من حوالي شيء 15 سنة، وانتقلت لأسبانيا وعم أشتغل طبيب بإسبانيا. يعني أنا اللي بعرفه عن هذا الصرح الطبي شيء ببكي. هذا من أهم المشافي الطبية العالمية. هذا أنشئ بمساعدة المشفى العسكري الفرنسي. يعني كل خبرة فرنسا وعلاقة جاك شيراك بحافظ أسد وعلاقة فرانسوا ميتيران بحافظ أسد أنشئ هذا المشفى، وذهب آلاف ومئات الأطباء عبر 30 سنة، ذهبوا للاختصاص في المشافي الفرنسية وجابوا أرقى وأعمق الاختصاصات، وتدربوا على أفضل الأجهزة حتى الكادر التمريضي. يعني بتعرف أستاذ فادي، الكادر التمريضي الموجود في مركز جراحة القلب أو مركز جراحة العصبية ما له مثيل في العالم. أستاذ فادي، إذا بحكي لك أنا في ممرضين أنا تعلمت منهم، يعني أنا الجراح تعلمت منهم، الممرضين هالقطبي وهالحركي يعني أول فوتي على الجراحة بدنا نستأصل حنجرة. في ممرض هذا دارس 4 سنوات تمريض وعامل بعثي، المريض عنده سرطان مغطى الحنجرة. وقفت أنا كطبيب مقيم ما أعرف شو بدي أشتغل. فات هذا الممرض وشاب يعني من عمري يعني، سلخ سلخها بإيده من خبرته، صور لهالخبرة. هذه خبرة ما بيكتسبها حدا بلحظة يعني. صدقا لما طلعت أنا لعمق الاختصاص في باللوكسمبورغ، بعثوني عمق الاختصاص 3 سنوات. الطبيبة اللي كانت مشرفة علي هي طبيبة إيرانية، عايشة برا يعني. وفي طبيب يهودي، طبيب يهودي هذا من اليونان، هذا كبير الجراحين ببلجيكا، يعني كبير جراحين العنق. صدقا اول جمعه تركوني بالعمليات لحالي، قالوا لي ما عاد نفوت معك. انت وين متدرب؟ قلت له المشفى شيء. طبعا هن مشرفين علي واساتذتي بالنظر يعني. نعم. مشفى شيرين يعني هو المشفى اللي اجرت فيه اول عمليه زراعه قلب الدكتور حسين رمضان. مشفى شيرين هو اللي فيه اهم جراحين الاذنيه بالعالم، هو عبد الرحمن عوض. مشفى شيرين كان فيه افضل جراح عظميه في الشرق الاوسط، هو يونس الاحمد. على فكرة كل أطباء مشفى شيرين سنة، فيهم 4 5 علويين، من أعظم الأطباء في العالم، من المعسعس اللي هو جراح القلب المشهور، من سمير الأيوبي، يعني هذا المشفى مخرج قامات. يعني الحقيقة زراعة الكلية، زراعة نقل العظام، زراعة القرنية، يعني هذا مشفى متميز، ما له مشفى، هذا مشفى إقليمي ما له مشفى محلي. كان يعالج لبنان والأردن، كان تجينا مرضى من الجزائر من تونس من مصر كنا نعالجها بمشفى شيرين. هلا بدهم يبيعوا المشفى، بيحطوا هذا الفيديو هيك المبهدل. يعني انت هذا الفيديو انت جايبينه انت من ما بعرف بس منين. بدي اقاطعك دكتور. انت انت كنت بتعرف استاذ فادي مشفى كنت بالمشفى، انت كنت تشتغل بالمشفى من 15 سنة او اكثر، ما شركة مثل ما تفضلت. طيب، المشاهد اللي عرضت، يلي انا ما بعرف يعني موضوع، هل هي بهذا المشفى وهل هي حقيقية؟ شو حقيقة هذا الشيء اللي شفناه؟ خلينا نقول. حتى المشفى كان يعالج حتى المصابين. يعني كان يجينا مصابين نحن مثلا الجيش الحر، نعم. كنا نعالجهم نحن بالمشفى وما يطلع من عنا من المشفى. طبعا ياخذون على السجن ويتعرضوا لمحاكمات، بس يطلع من عنا من المشفى معالج ما نرضى الأطباء ما ترضى تطالعه، وحتى إذا فيه نقطة. وياما حتى كنا نجيب موافقات لأهاليهم كانوا يزورون. يعني هذا الحكي أنا يعني هذا بعرفه من خلال الأطباء. هذه الصور كلها كاذبة عن مشفى شيرين، ما صحيحة. يعني تخيل انت حاطين صورة انه هاي نقل اعضاء، واحد عم يفتح دماغ واحد. ليش الدماغ بالنقل؟ يعني في نقل اعضاء دماغية او عصبية. استاذ المشفى شيرين صرح طبي ما له مثيل في العالم. يعني تصور بدهم يشوهوا، بدك تشوه التاريخ يا اخي شوه التاريخ، بس حافظ على منجزات هالشعب هذا اللي بدك اياه. شو يا اخي برأيك انت السبب شو بالنسبة برأيك إلك السبب شو يعني انت برأيك طلعت من السبب رحمة. بالحديث عن مشفى تشرين العسكري؟ ليش مشفى تشرين بالذات؟ بد
اجت مافيا تركية بدها تشتري، اخذت مركز جراحة القلب المفتوح اللي عمله باسل الاسد، وهذا مشفى جراحة القلب مفتوح متميز على مستوى العالم، يعني هو سبق مدينة الحسين الطبية. هذا المركز كان يعالج مجانا استبدال الشرايين والقساطر لكل مواطني الجمهورية العربية السورية، بس بدك دور. وفي مركز لجراحة العيون متميز بدمار كمان اخذوه الاتراك مع اجهزته كلها فرنسية. هلا بدهم ياخذوا مشفى تشرين ويعملوه هو وال600 واحد، يعملوه الاتراك مشفى اقليمي ليعالجوا فيه الاردن ولبنان. يعني لما بيجوا المؤسسات التركيه بتشتري شغله عم تشتري الموقع. استاذ فادي، انت عم تاخذ موقع في قلب دمشق، هذا لا ما بيتقدر بالمليارات، بمئات المليارات. هذا هذا لبناني، الكلام. الاردني، الجزائري، انا معالج توانسي، جزائريين، سعوديين. اللبناني كان يتعالج ببلاش صدقا، حتى العرب كانوا يتعالجوا شبه بلاش، شبه بلاش استاذ فادي. العمليات الصعبة يعني الدكتور هيثم علي كان رئيس قسم الجراحة العصبية. في عنا نحن 3 جراحات عصبية، عنا 3 جراحات عظمية. يعني الحقيقة المشفى يعني معمول بتراتبية وبروتوكول فرنسي. بالشرق يعني ما بينوجد هيك مستوى. المستوى الطبي في الشرق ما بهالمستوى. بتعرف الطبيب من عندنا لما كان يروح على السعودية، يعني مثلا في طبيب كان معي راح على السعودية، تسرح وراح على السعودية خلال 2 3 كان راتبه بحدود $10,000، وبأفضل مشفى بالرياض، وصار اسمه يلمع في السعودية. وبعدين كبر كتير، ترك الرياض وراح على الدوحة واشتغل بالدوحة، يعني لأنه الخبرة اللي عم تحملها معك من هيك مشفى، هذه خبرة ما أنا موجودة غير بالمشافي الفرنسية. وبتعرف أنت الطب بفرنسا هو الطب المتقدم في العالم يعني. اسمح لي، في أحد التعليقات يقول: طب ليش ما بتطلعوا بتكذبوا هالأخبار بالأدلة؟ ليش تاركينهم يشوهوا صورة المشفى؟ وفي إحدى الصبايا تقول: أنا كنت مسؤولة بوزارة الصحة، كانت المشافي جميعها على مستوى عالي. طيب بعثت لك أنا هاي. تفضل. بعثت لك أنا غير مشافي الصحة، مشفى تشرين هو مشفى عسكري. في عندنا نحن 3 أنواع عند المشافي بسوريا. في عندنا المشافي الدفاع، في عندنا مشافي وزارة الصحة، وفي عندنا مشافي وزارة التعليم العالي. لسه مشافي وزارة التعليم العالي مثل مشفى الأسد الجامعي، الحقيقة هذا مشفى يعتبر يعني مكافئ لمشفى تشرين بإمكانياته الطبية الرفيعة، لكن الدعم الموجود لمشفى تشرين من وزارة الصحة الفرنسية هذا اللي رفع مستوى الخبرات والبعثات والإشراف والعمل. فالأطباء اكتسبوا فيه خبرات هائلة.